بونجور ميز امي، مرحبا بكم في فيديو جديد. هاد لا فيديو بخصوص المنحة. اكيد صحاب البكالوريا كيتسناو التسجيل في المنحة. في هاد لا فيديو غادي نبارطاجي معكم الشروط وايضا الوثائق اللي غادي تحتاجو. راه الوزارة اعلنت على التسجيل في المنحة، غادي يبدا من اليوم 20 يوليوز حتى 29 شتنبر. فراه عندكم الوقت الكافي للتسجيل، داكشي علاش بلا ما تزربيو تسجلوا بشوية عليكم باش ما تغلطوش في المعلومات ديالكم. وايضا فراه ماشي كلشي كيستافد من المنحه، خاص يتوفروا فيك الشروط وهما اللي غادي نذكروا في لا فيديو. داكشي علاش كملوا لا فيديو حتى الاخر وديروا لايك، ولا كانت اي كيستيون فخليوها في لي كومونتير. وعلى بركه الله نبداو بالتسجيل. فراه ساهل وبسيط، غادي تحتاجوا كود مسار وايضا تكون مسجل انت والعائله ديالك في السجل الوطني. وبالنسبه للبكالوريا، شديتي باك العاديه ولا عندك باك ليبر فمن حقك تستافد من المنحه. فهاد لا فيديو صحاب باك 2024. ثاني، السن ديالك ما يفوتش 26 سنة. وإلا بغيتي تدفع المنحة فراه خاص البكالوريا ديالك تحطها فشي مؤسسة، فلا فاك فلي ستاف أي مؤسسة. المهم خاصك تحط فيها البكالوريا ديالك باش تستافد من المنحة. كنتي موظف خدام وشديتي البكالوريا ديالك فراه ما عندكش الحق تستافد من المنحة. فهما عندهم معايير باش كيقبلوا ليك الدوسي اولا كيرفضوه، كيشوفوا الحالة الاجتماعية للأبوين، وهادشي كيشوفوه من السجل الوطني اللي كتكون مسجل فيه. فراه ضروري انكم تسجلوا في السجل الوطني للسكان والسجل الوطني الموحد. فراه خاصك تكون مسجل فيه انت والعائلة ديالك، خاصكم تكونوا مسجلين كاملين. على سبيل المثال كاين انت والاخ ديالك والابوين، فخاصكم كاملين تكونوا مسجلين في هاد جوج ديال لي سيت. بالنسبة للناس اللي ممسجلش في السجل الوطني فيكفي انك تكتب كيفية التسجيل في السجل الوطني للسكان وايضا التسجيل في السجل الوطني الموحد، وغادي تتبع المراحل. بهذيك الطريقة غادي تسجل وايضا غادي تطلع للمقاطعة باش تكمل التسجيل ديالك. فبالنسبة للمقاطعة فراه خاوية، مبقاش على داك الضغط الكبير اللي كان ديال المنحة. فراه الناس اللي بعيدة عليهم المؤسسة فين تسجلوا خاصها تكون بعيدة ب20 كيلومتر، هذا هو المعيار اللي معتمدينه. فراه القيمة ديالها 6334 درهم. اما بالنسبة للناس اللي قريبة ليهم المؤسسة فين تسجلوا فراه القيمة ديال المنحة هي 3167 درهم. وإلا جينا نقسموها فراه المبلغ الأول تاع 6334 فراه في الشطر الأول كتشدو 1900 والشطر الثاني كتشدو 1900، الشطر الأخير كتشدو 2533. وبالنسبة للناس اللي قريبة ليهم المؤسسة فراه كيشدو في الشطر الأول 950 والشطر الثاني 950 والشطر الأخير 1466، يعني كتشدو نصف المنحة. بالنسبة للسيت فراه السيت هو هذا منحتي .ma. وبالنسبة لطريقة التسجيل فراه كتكليكيو على هادي في الجنب على اليمين وكتكليكو من بعد على خدمات الإلكترونية وكديروا إيداع الطلب وكتعمروا المعلومات ديالكم الشخصية. ومن بعد باش تعرف راسك واش تقبل ليك الدوسي ديالك ولا لا فراه كتكليكي على تتبع الطلب.